السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله احنا جايبين عربيتين من افضل العربيات اللي موجوده في السوق حاليا. جايب لك 2017 و2021 الفيس ليفت والشكل اللي قبل كده. طبعا الاثنين المميزات او الاوبشن اللي موجود فيهم بيكون واحد تقريبا، مع اختلاف الشيب نفسه مع التطورات في السنين اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. طبعا العربيتين دول فابريكا بالكامل، ما فيهمش ولا جرام واحد من البويه. هفصلهم لك دلوقتي واقول لك على الاوبشن اللي فيهم، ولكن حابب في الاول ان انا اقول لك ان العربيتين دول موجودين في معرض طريح. المعرض ده موجود على طريق شبين الكوم اوسنا بعد دخلة الحميات على طول. المعرض ده طبعا بيتميز بالحالات المحترمه جدا، افضل الحالات اللي انت تحب تركبها هتلاقيها موجوده عنده. اهم حاجه طبعا زي ما احنا متعودين العربيات بتكون فابريكا بالكامل. كمان هنا ما بتلاقيش خربوش، ما بتلاقيش الخدش الصغير، الحاجات دي لانه بيجيب العربيه اللي بتكون لسه فيها لزقات الفابريكا. نشوف بقى اول عربيه معانا، العربيه ال 2021 التوساندا، اللون الجميل قوي ده اللي هو دم الغزال اللي موجود معانا ما شاء الله. زي ما انت شايف العربيه دي الفئه الرابعه، بتكون ناقصه الكرسي والشنطه فقط. طبعا العربيه من الواجهه الخارجيه بشكل عام فيها مرايات ضم، فيها سقف بانوراما، وفيها كمان هنا السنسور بارك الامامي. طبعا الكشافات بتكون فول LED بالكامل ما شاء الله، والكاوتش بتاعها بيكون جديد خالص. تعال اما نشوف بقى العربيه الثانيه كده، وبعد كده نجيب العربيتين من الجنب بتاعها. طبعا العربيه الثانيه بيكون فيها ليدات اماميه زي ما احنا شايفين كده، وبيكون عندك برده هنا ليدات تحت الفوج لاين. العربيه دي 2017 زي ما قلت لك، وسعرها طبعا محترم قوي، ولكن مش هقدر اقول لك على سعر العربيه في الفيديو، والتواصل طبعا هيكون من خلال الارقام زي ما احنا متعودين. وان شاء الله هنجيب لكم اوفر حلو قوي من خلال المعرض هنا. تعال اما نشوف بقى العربيتين دول من الاجناب بتاعتهم. يا ريت ما تنساش دعم حضرتك لينا بلايك جميل من ايديك الحلوه، واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش معانا، عشان طبعا ده شرف كبير جدا ليا انضمام حضرتك معانا في القناه. يلا بينا. الحاجات اللي بتلفت الانتباه هنا في جنب العربيه، اول حاجه عينك بتيجي عليها هي طبعا الجنوط التو تون او الجنط المهايبر زي ما انت بتحب تقول. كمان هنا الكاوتش بيكون ده الكاوتش الاصلي اللي بيجي مع العربيه، حالته طبعا ممتازه جدا لان العربيه 21. كمان هنا بيكون نازل ميشلان. كمان الصيانات بتاعتها لحد ال 20,000 كيلو صيانات توكيل بالكامل، والعربيه دي ماشيه 26,000 كيلو، يعني يعتبر لسه زيرو، كانك بتستلم من المصنع بالظبط. لسه الاستيكرات بتاعت اللوجو اللي على الكاوتش هنا موجود. الكاوتش كمان بيكون مقاسه 235 50 19 بوصه. العربيه هنا كمان بيكون فيها اشارات في المرايه، بتكون مرايه ضم وضبط كهرباء. كمان فيها هنا كليس انتري او البصمه الخارجيه. كمان هنا السقف طبعا بيكون بانوراما ما شاء الله، وعندك الراكات اللي موجوده على السقف ده. العربيه هنا بشكل عام من الجنب كده زي ما انت شايف، كمان اهم حاجه ما فيهاش ولا ملحوظه واحده ولا خربوش ولا اي تلقيطه ولا تجريحه ولا الكلام ده. طيب تعال اما نشوف بقى جنب العربيه ال 17. العربيه دي ما شاء الله زي ما قلت لك برده بتتميز ان هي ما فيهاش ولا خربوش واحد، والعربيه دي ماشيه 87,000 كيلو، وبتكون اعلى فئه فولي لودد. العربيه دي ما بيكونش فيها شاشه طبعا زي ما احنا عارفين، العربيات اللي قبل ال 2019 ما بتنزلش فيها شاشه. طبعا هنا بالنسبه لجنب العربيه اول حاجه طبعا بتكون ملفته زي ما احنا عارفين الجنط بتاعه، ولكن الجنط هنا بينزل من اللون الالومنيا العادي جدا. والعربيه كمان فيها طقم كاوتش لسه زيرو من نوع هانج. طبعا ما شاء الله النقشه بتاعته ما فيهاش ولا خدش واحد. كمان الانتاج بتاعه انتاج السنه دي، فدي حاجه ممتازه جدا. طيب هنا المرايات برده بتاعت العربيه بيكون فيها اشارات في المرايه، والمرايه كمان بتكون ضم وضبط كهرباء. طبعا هنا في كليس انتري او البصمه الخارجيه، والاوكر كمان بتكون من النيكل كروم. في طبعا الراكات والسقف هنا بيكون بانوراميك روف بالكامل، فدي حاجه ممتازه. الجنب هنا بتاع العربيه ما فيهوش اي تفاصيل ثانيه ان انا اقولها لك. وطبعا بالنسبه للحاله بتاعته والبوهيات والكلام ده ما فيهاش ولا جرام واحد بوهيه، وكمان ما فيهاش ولا خربوش واحد، فحاله كانك بتشتريها من الزيرو، ولكن بتوفر طبعا من حق الزيرو فوق ال1,000,000 جنيه. كمان هنا برضو من الحاجات اللي بتكون ملفته في جنب العربيه، ولكن هي في الواجهه الاماميه الليدات اللي موجوده، ودي طبعا احنا ذكرناها في اول الفيديو زي ما قلت لك ان فيها ليدات هنا وفيها ليدات هنا تحت فانوس الشبوره او الفوج لايت. يلا بينا تعالى اما نشوف ظهر العربيه. طيب تعالى بقى اما نشوف دلوقتي ظهر العربيتين الاثنين. طبعا معانا ال 21 من الاوبشن اللي موجود فيها هنا طبعا السبايلر اللي راكب على السقف ده ما شاء الله شكله ضخم جدا، وطبعا احنا عارفين، والليد بار اللي بيكون واصل بين الفوانيس الخلفيه والفوانيس. طبعا هنا الديزاين بتاعها شكله ممتاز جدا. كمان هنا بتكون جايه فول LED بالكامل اللمبات الخلفيه، والفوانيس برده الاماميه زي ما احنا قلنا من شويه. طبعا هنا في كاميرا خلفيه، وهنشوف الشاشه ال 12 بوصه اللي موجوده في الداخل، والعلامه طبعا اللي موجوده هنا
والمساحه اللي بتكون مخفيه اللي بتكون تحت السبايلر بتخلي لك الازاز واضح بالكامل للرؤيه هنا في الخلف ما شاء الله. هنشوف دلوقتي الشنطه كمان بتاعه العربيه. الشنطه هنا زي ما احنا قلنا ما بتكونش كهرباء لان دي الفئه الرابعه. جميل. طبعا الشنطه ما شاء الله حجمها ممتاز جدا. وهنا السبير بتاع العربيه ما لمس الارض، العربيه لسه ماشيه 26000 كيلو زي ما قلت لك. تعال اما نشوف بقى ال 2017 اللي موجوده معانا. العربيه دي كمان بتكون تيربو، طبعا الشكل ده من اول ما نزل وهو بيكون تيربو. العربيه دي برده الموتور الجي دي اي اللي هو بتكون الاعطال بتاعته قليله. جميل. عندنا هنا العربيه دي راكب فيها كمان هنا نيكل ماشي على الشنطه من هنا، شكله ممتاز جدا. والخط النيكل اللي موجود هنا. عندنا طبعا الفوانيس هنا بتكون برده LED بالكامل زي ما احنا شايفين. وعندك العواكس الخلفيه اللي فيها كمان لمبه الرجوع للخلف. كمان عندك هنا في السنسور بارك الخلفي، في كاميرا خلفيه هنا موجوده اهي، هوريها لك دلوقتي واحنا بنرفع الشنطه. الكاميرا الخلفيه موجوده هنا اهي. طبعا المساحه بتاعت التوسان معروفه، وشفه التحميل هنا من اميز الحاجات اللي موجوده في العربيه. السبير برده بتاع العربيه هنا ما شاء الله حاجه ممتازه جدا. بصراحه مش هقول لك بقى هو نزل ولا ما نزلش لان العربيه ماشيه 85000 كيلو، ولكن الحاله بتاعتها العامه ما شاء الله ممتازه جدا، ما فيهاش خربوش واحد. فدي حاجه برده من الحاجات اللي تطمنك وانت بتشتري العربيه. تعال اما نشوف بقى السقف بتاع العربيتين وبعد كده نشوف الانتيريور بتاعها. يلا بينا. هنشوف طبعا السقف بتاع العربيتين. هو طبعا بيكون سقف بانوراما بالكامل. دي طبعا ال 21 التوسان بيكون سقف بانوراما بالكامل زي ما احنا شايفين ما شاء الله. وكمان هنا السطح بتاع الكبوت بيلمع لسه. تعال اما نشوف بقى بالنسبه للعربيه ال 2017 برده بتكون بانوراما بالكامل. العربيه دي فولي لودد اعلى فئه. تعال اما نشوف الانتيريور بقى بتاع العربيه. واول حاجه هنشوفها هو التوسان ال 21. بسم الله. طبعا هنا الباب بتاع العربيه مفيش خلاف عليه كلنا عارفينه. طبعا هنا بالنسبه للكنبه الخلفيه ما شاء الله زي ما احنا شايفين من الجلد بالكامل. عندك في مساند للراس، في مسند وسطي، وفي 2 كاب هولدر زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. عندك كمان هنا فتحات للمكيف الخلفي، وفي عندك 2 مخرج للشاحن. طبعا هنا بالنسبه للصالون الامامي اول حاجه في الكليس انتري ما شاء الله بسم الله. عندنا هنا طبعا بالنسبه للزراير بتاعه الازاز والسنتر لوك وضم المرايات والضبط كمان بتاعها. عندنا هنا كمان في التراكشن كنترول. عندنا كمان هنا برضو في التحكم في الكرسي الكهرباء بتاع السواق فقط. بالنسبه لعداد العربيه زي ما قلت لك هنا بتكون ماشيه حوالي 26000 كيلو. وعندنا طبعا الطاره بتاعه العربيه بتكون مالتي فانكشن بالكامل وفيها كمان كروس كنترول. عندنا طبعا في اللي هو الستارت ستوب انجن، والعربيه كمان فيها بدل شيفت البلس والماينس. العربيه كمان هنا بالنسبه لعوامل الامان فيها 6 ايرباج. عندنا كمان هنا بالنسبه للتابلو الشاشه ال 12 بوصه، تكييف التاتش بالكامل. عندك برضو هنا في الشاحن الوايرلس والمخرج ال 12 فولت. وعندنا طبعا الفتيس الشيفت باي واير. عندنا طبعا هنا في المود بتاع القياده، عندك الايكو والنورمال والسبورت. وعندنا طبعا هنا التحكم في السرعه عند المحاذرات، فصل الحساسات، الكاميرات، وعندك الهاند بريك الكهرباء، وهنا زرار الاوتو هولد. دي كانت بالنسبه للحاجات اللي موجوده في العربيه ال 21. تعالى ما نشوف العربيه ال 17 بقى المواصفات اللي موجوده فيها. هنشوف الصالون الخلفي الاول بسم الله. طبعا عندنا الاوكر من النيكل زي ما قلت لك. العربيه دي فرش احمر بالكامل فولي لودد اعلى فئه ما شاء الله. عندك الفرش هنا من الحاجات اللي بتميز العربيه دي. عندك هنا في مخادع للراس في الكنبه الخلفيه، وعندك برضو في مسند وسطي وفي 2 كاب هولدر. ده الفرش الستوك بتاع العربيه. عندنا برضو هنا في فتحات مكيف خلفي، وطبعا الكراسي فيها الانحناءات عشان راحه الراكب الخلفي. بالنسبه للصالون الامامي بسم الله، عندك طبعا الكراسي زي ما قلت لك من الجلد اللون الاحمر دم الغزال ما شاء الله. العربيه طبعا بتكون فيها 2 ايرباج ما شاء الله. وعندك الكاسيت بتاع العربيه. وعندنا هنا في المرايه ذاتيه التعتيم ما شاء الله. وكمان عندك هنا في التابلو المكيف بتاع العربيه بيكون تكييف اوتو. وعندك هنا طبعا باقي التفاصيل اللي موجوده والفتيس بتاع العربيه، التحكم في السرعه عند المحاذرات. عندنا طبعا هنا الستارت ستوب انجن، والطاره بتاعه العربيه بتكون مالتي فانكشن بالكامل. عداد العربيه 87000 كيلو زي ما قلت لك.
العربيه كمان هنا فيها مرايات ضبط وضم كهرباء. وكده نكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده. كان معاكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.